السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم تحدي الحصاله بالصرف بالألف و2000 و100 دورة 5 دينار. هذا الصرف يا البنات هو اللي غادي يخرجك من الازمه، وهذا الصرف كتلمديه بلا ما تعبيه بروحك تصيبي عندك هذيك 100,000 150,000. دائما نكون عندنا صرف كيما هكا نبداو نقيسو فيه في حصاله، من بعد بالطول غادي تلقاي عندك دراهم كبار. انا هادو كي نعطيهم لولادي ما يقبلوهم ليش، هادو يقولك صغار ما عندنا ما نشرو بيهم. كاينه واحده انا نعرفها كي تكون عندها ويميل ما تشريهاش، دائما كي تكون عندها ويميل 9000 7000 تقولك لا ما نشريهاش، نزيد عليها هذيك 2000 3000 وندسها باش نلحق 10000 ندسها. وكان تتلم هذا الصرف كيما هكذا دائما كي تشري تلم هذا الصرف هكذا تلمه فيه، وصلت ل6 ملايين. قالت لك غير من الصرف اللي يعطيه لها راجلها باش تشري به المصروف للدار، كانت تلم هذه الحاجه ترقق كيما هكا وصلت ل6 ملايين. قالت لك يوميا هي راجلها طاكسير، يوميا يخلي لها هذيك 100,000 ولا كي تشري مصروف للدار الباقي هذيك الصرف هذا الصغير هكا اللي يبقى لها دسه في حصاله. قالت لي ندس فيه قالت لي كي كملت 5 شهور 6 هكا، قالت لي كي جيت نشوف في الحصاله تاعي لقيتها تعمرت صدت فيها 6 ملايين. وهذا الصرف يا البنات والله العظيم راه فيه فايده كبيره، يعني كي تلميه هو اللي غادي يخرجك من الازمه، وهو اللي غادي يقضي لك الحاجه اللي راهي في قلبك يقضيها لك. هذا الصرف الرقيق والله ما تستهونوش به، يعني هذا كما يقول لك ال1000 ميل يبدا بخطوه، ثاني المليون يبدا بواحد دينار ماشي ب10 دينار، نقولوا بواحد دينار. في وقتنا ماش كاينه 1 دينار، 5 دينار تلميها يعني تلمي المليون كي تعولي عليها والله غير تلميها. ان شاء الله هذا الفكره تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله البنات يستفادوا منها. وهذه البنات اللي ما عندهمش مدخول، يعني عندك مصروف يخليه لها راجلها ولا مصروف تاع الدار ولا نقص منه هذا، يعني كل ما تكون عندك 100,000 ولا 10,000 كي تروحي تشري دائما تبقى لك هذيك 2000 ولا 10,000 ولا تبقى لك هاد 2000 هكا، ولا تبقى لك هاد 1000 فرون ولا ديريهم في حصاله وتخليهم تبدي تلمي غادي تحصلي على مبلغ كبير. وان شاء الله هذا الفكره تنال اعجابكم، وان شاء الله كل البنات اللي عندهم هاد الصرف هكذا وعنهم يديروا معنا هذا التحدي ويلموا في حصالاتهم، ومن بعد يرسلوا يقول لك هاش لقينا وهاش ما لقيناش. وان شاء الله الفكره تكون نال اعجابكم، واللي مازال ما اشتركتش في قناتي نتمنى منها الاشتراك.